السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نبدأ كلام اليوم بكلمة شكر صادقة من القلب لكل واحد تابع موضوع البارح وتفاعل معه، سواء بتعليق، بسؤال، ولا حتى بمشاركة. بصراحة التفاعل كان كبير بزاف، وهذا يفرح ويبين باللي الناس ولت واعية وما ولاتش تهتم غير بالعناوين الكبيرة وخلاص. بزاف منكم فهموا نقطة مهمة بزاف، وهي أنه الزيادة ماشي غير 5% ولا 10% كما يتقال، بل كاين زيادة أخرى أخطر وأهم، وهي رفع الحد الأدنى للأجور، واللي تمس المتقاعدين مباشرة، ماشي غير العمال اللي ما زالهم في الخدمة. كاين بزاف تعليقات قالت فهمنا الفكرة العامة، بصح مازال كاين نقاط ما توضحتش مليح. كيفاش تتحسب الزيادة بالضبط؟ شكون يستفاد منها؟ هل تطبق وحدها ولا تجي مع زيادات أخرى؟ وهل فعلا هذه الزيادات تقدر تحسن القدرة الشرائية ولا غير تخفيف بسيط قدام الغلاء اللي رانا نعيشوه اليوم؟ ولهذا السبب قررت نرجع لكم اليوم بموضوع ثاني نرتب فيه الأفكار ونوقف عند النقاط اللي دار حولها أكبر عدد من الأسئلة. ما رحش نعاود نفس الكلام اللي قلناه، بالصح راح نشرح الأمور نقطة بنقطة وبطريقة بسيطة باش كل متقاعد وكل عائلة تفهم بالضبط واش راه صاير. من البداية نقولها بصراحة، ما نبيعوش الوهم وما نهولوش الأمور. كاين حاجة إيجابية صرات، وكاين حاجات مازال ناقصة، وهذا طبيعي، والمتقاعد من حقه يعرف كل حاجة تمسه وكل زيادة رايحة تدخل. نبدأ مباشرة في الشرح. أول حاجة ولازم تتفهم مليح، الزيادة اللي راهي صايرة اليوم ماشي زيادة واحدة، وهنا بالضبط يطيحوا بزاف ناس في الغلط. كي يسمعوا 5% ولا 10% يقولوا خلاص هذه هي الزيادة، قيمتها 50,000 ولا 100,000، ويقولوا ما تشري والو. بصراحة الواقع ماشي هكذا تماما. التصريحات اللي خرجت في الاجتماع الأخير كانت عامة، أعطاوا غير رؤوس أقلام وما دخلوش في التفاصيل. قالوا 5% وقالوا 10%، بالصح ما شرحوش كيفاش رايحة تكون الحسابات النهائية. النقطة الأولى والمهمة بزاف هي رفع الأجر الوطني الأدنى، السميق. كي الدولة ترفع السميق، هذا القرار يمس العمال اللي يخدموا، بالصح كذلك يمس المتقاعدين، لأن القانون يقول باللي الحد الأدنى للمعاش مربوط مباشرة بالسميق. يعني كي سميق يطلع، الحد الأدنى للمعاش يطلع أوتوماتيكيا، ماشي بالاختيار وماشي قرار إضافي، بل قانون منشور في الجريدة الرسمية. معنى هذا الكلام باللي كاين زوج زيادات، زيادة نسبية تاع 5% ولا 10%، وزيادة ثانية ناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور اللي ترفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيا. أي متقاعد معاشه ضعيف أو كان قريب للحد الأدنى راح يستفاد مباشرة، بلا طلب، بلا ملف، بلا تعب. الحساب يتبدل وحده والزيادة تدخل تلقائيا. وهنا نحب نوضح نقطة مهمة بزاف ناس حسبوا باللي الزيادة غير 10% فقط، وقالوا يعني 100,000 ولا 200,000. بالصح كي تزيد معاها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، الزيادة الإجمالية تقدر توصل حتى 600,000، وكل واحد حسب واش كان يتقاضى من قبل. الناس اللي كانت تاخذ أقل من السميق معاشها راح يطلع باش يلحق السميق الجديد اللي راهو قرابة 2,400,000، وهذه تعتبر أول زيادة حقيقية. بالصح بزاف ما راهمش حاسبينها زيادة لأنها ما جاتش في بيان وحدها. النقطة الثانية، الزيادة النسبية تاع 5% ولا 10% يسموها تثمين، وهذه تتحسب على قيمة المعاش نفسه. اللي معاشه كبير الزيادة تاعه تكون أكبر، واللي معاشه صغير الزيادة تاعه تكون أصغر. وهنا يجي الإحساس بالظلم عند بعض المتقاعدين، بالصح هذا حساب نسبي، لكن اللي معاشه ضعيف يعوضها رفع الحد الأدنى، وهنا يبان الفرق الحقيقي. النقطة الثالثة، الفرق بين المعاش ومنحة التقاعد. المعاش هو حق الناس اللي خدموا سنوات كاملة واستوفوا الشروط. منحة التقاعد تخص الناس اللي ما كملوش الشروط. من قبل منحة التقاعد كانت تساوي 75% من السميق، يعني كي سميق يطلع المنحة تطلع معاه أوتوماتيكيا،
وإذا سميك زاد ب400 ألف صاحب المنحة يستفاد بحوالي 300 ألف حسب النسبة. نقطة أخرى مهمة بزاف، هل الزيادة كافية قدام غلاء المعيشة؟ هنا لازم نكونوا صريحين، الزيادة تخفف شوية بصح ما تحلش المشكل كامل. الأسعار طالعة، الدواء غالي، الكهرباء غالية، وكلش زاد. المتقاعد رح يحس بتحسن بسيط، بالصح الضغط ما زال موجود. وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول ما كانش فايدة، الفايدة كاينة، وخاصة للفئة اللي كانت تحت أو قريبة من الحد الأدنى، هذو هما اللي راح يحسوا بالفرق أكثر. بالنسبة للتطبيق، بزاف تسائلوا على التثمين السنوي والرابيل. التطبيق راح يكون ابتداء من يناير، وهذا يدخل في السياسة المالية للدولة اللي تحب توزع الأعباء وما تضغطش الميزانية دفعة واحدة. ومازال كاين قرارات وتفاصيل ما خرجتش نهائيا، وكاين اجتماعات قادمة، ولهذا المتابعة مهمة بزاف. الخلاصة اللي لازم تخرجوا بيها، الزيادة ماشي رقم واحد، بل منظومة كاملة. رفع السميق، تعديل الحد الأدنى للمعاشات، نسبة التثمين، والفرق بين المعاش والمنحة، كل هذا مربوط بالقانون. كي تجمع هذه الأمور كامل تفهم علاش بزاف متقاعدين راح يستفادوا حتى لو ما شافوش الزيادة في ورقة واحدة. في الختام، أي سؤال أو نقطة حابين نفهموها أكثر خلوا تعليق ونرجعوا لها في فيديوهات قادمة. الحقيقة ما تبانش في نهار واحد، تبان بالشرح والمتابعة والصبر. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن الملفات ما زالت مفتوحة وقرارات أخرى راهي جاية. إحنا معاكم نتابعوا ونشرحوا بأبسط طريقة باش كل متقاعد يعرف حقه. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.